طيب شخصيا انا قصتي مع الامل كان في 2019 كان عندي كومبيتيشن المفروض انها على الشو بتاع العالم العربي، والوقت ذاك احنا اكيد كلنا عارفين 2019 لنا كسودانيين بتاعنا شنو، مظاهرات وشهداء ووضعنا كان يعني في حاله يرثى لها حرفيا. فالوقت ذاك لما انا كنت كل ما احس اني انا بيأس او بحبط، لانه انا كنت الوحيده المدخره بين الناس كلهم. السودان كان بيقفل كثير، الحاجات اللي عملوها الناس في 3 شهور انا كنت بعملها في اسبوعين ومضغوطه فيها. ففي لحظه كده انا كنت لو شديد وحاسه انه خلاص يعني معقوله زول بحضر 3 شهور زي اللي بحضر اسبوعين. فوقتها حسيت انه الامل في اللحظه دي بالنسبه لي انا انه لو انا مثلا تخطيت الحاجز اللي قدامي ده او الحاجه اللي قدامي ده، انه انا حكون قدمت حاجه لبلدي، حكون قدمت حاجه للسودانيين اللي هم محتاجين امل. فالامل في الفتره دي كان بالنسبه لي انه انا امد به ناس ثانيين، حتى في لحظاتي انا الاسوء او لحظاتي انا الادنى، كونك تمد الامل للناس الثانيين انت تلقائيا بتشحن نفسك به. يعني عشان انا ما اكون قاعده اكذب على الناس، احنا في السودان يعني لو الواحد داير يقول انه حيكون فاضل ايجابي الساعات والدقائق والايام كلها كذاب، لانه كلنا عارفين الظروف اللي بتمر بينا يوميا والحاجات اللي بتقابلنا والمآسي اللي بنشوفها كل يوم. ولكن كونك انك انت تقع وتقوم ولسه يكون عندك امل في بكره، امل في انه الحاجات اللي قدموها لنا الناس والشهداء اللي توفوا ديل ربنا يعني يرحمون، والناس اللي بتطلع تتظاهر كل يوم عشان حقي وحقك. لما يكون عندك ثقه في الناس ديل كلهم انت كده حيتشكل عندك امل تلقائيا انك تكون واثق في بلدك وواثق في نفسك، تصحى من الصباح عشان المواصلات وعشان البلد بيلاقيك في الشارع حتى ما تصل الجامعه، كده انت بتكون عندك طاقه للحاجات دي كلها. لما تكون واثق في الحياه اللي قدموها لك الناس اللي فاتوا ديل، واثق في انك انت قادر تقدم حاجه زيهم عشان تصلح حال البلد. في النهايه نحن مليانين امل.